السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الموسوعة الشاملة للنساء. في الأسبوع 24 من الحمل هناك مزيد من الطاقة والحيوية. ضعي خلال هذه المرحلة زيوتا ومرطبات فوق جلدك مع تدليك بسيط للتخفيف من أثر التمدد والشد الذي يتعرض له جلدك. إذا كنت موظفة تستطيعين الحصول على شهادة ولادة لتقديمها إلى جهة عملك من أجل ترتيب إجازة الولادة. خصرك يتلاشى وعليك بتمارين لطيفة وخفيفة. تمرني بتمرين العجلة خلال وجودك بالنادي الرياضي. الفصل الثاني من الحمل يرتبط بزيادة مستويات الحيوية، فهذه فرصتك للتسوق واختيار الحاجيات لطفل المستقبل. إذا كنت متعطشة لرحلة أو رحلة خارجية فعليك الآن بها، لأنه الوقت الأنسب للسفر، فإن معظم شركات الطيران تطلب إبراز شهادة طبية إذا كان سفرك بعد 28 أسبوع. إذا شعرت بصعوبة في التنفس لا تقلقي، فهنا يزيد معدل التنفس بشكل متسارع لأن جسمك يبذل جهدا للتخلص من غازات الفضلات التي يطردها جسم الطفل، في حين أن قلبك يضخ كمية أكبر من الدم إلى جميع أجزاء الجسم. نصائح وإرشادات لك سيدتي. عليك بتناول عصير الخضار وخصوصا عصير الطماطم الذي يحتوي على مواد ضد التأكسد، وهي مواد تكافح أي أجسام تضر بالحامض النووي في الجسم. احرصي على تناول أقراص حامض الفوليك 400 ملغرام، تناوليه أسبوعيا قبل الحمل ب3 أشهر، وهذا سوف يمنع من إصابة جنينك من عيوب في أنبوبه العصبي أو العمود الفقري المشروم، ويمكن استشارة الطبيب في ذلك. يجب مراجعة الطبيب إذا كنت تتناولين أدوية قبل الحمل وتواصلين تعاطيها خلال الحمل. افحصي أسنانك عند طبيب الأسنان، لأن الحمل له تأثير على اللثة ويجعلها أكثر نزيفا، فكوني حذرة عند استعمال الفرشاة. وأيضا الكثير من الحوامل تعرضت أسنانهن لتسوس عند بداية الحمل. أما بالنسبة لطفلك فهو في هذا الأسبوع بحجم كوز الذرة، طوله 30 سنتيمتر، وزنه 600 غرام. جنينك لديه فرصة للبقاء على الحياة وتعدى مرحلة الخطورة، أي أنه يستطيع العيش إذا ولد الآن، ولكن لعدم اكتمال رئتيه فسوف يجد صعوبة في التنفس. تكون براعم الأسنان أي الجذور تحت اللثة. سمعه يزداد حدة بحيث يقفز عند سماعه أصوات حادة وعالية. تلاحظين أنه يصحو لفترات وينام لفترات أخرى، والكثير من الأمهات يجدن أن الجنين يكون أكثر نشاطا عندما هي تريد أن ترتاح أو تسترخي أو الاستلقاء على السرير، وهذا بالطبع إشارة لما هو قادم. هذا هو شكل الجنين في الأسبوع 24 من الحمل. نسأل الله تعالى أن يرزقك الصحة والسلامة وولادة يسيرة، وأن يرزقك الذرية الصالحة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على لايك ليصل الفيديو للجميع، وتحفيزنا بالتعليق ليزداد انتشار الفيديو، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.